أمطار غزيرة ورعدية وحبات ثلج. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية خلال 72 ساعة القادمة. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غدا الاثنين 22 فبراير العام 2021 إلى الأربعاء 24 فبراير العام 2021، وحيث ستكون أن يوم الاثنين 22 من فبراير أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد. يوم الثلاثاء 23 من فبراير أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس. أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية. أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيول وسيدي عبد الرحمن والضبعة. قد تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية. أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش، قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال وسط سيناء. أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة وراس غارب والفيوم وبني سويف والمنيا. أما عن يوم الأربعاء الموافق 24 من فبراير تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء. أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر والكاترين والطور. أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة وراس غارب والغردقة والقصير. يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ونحدثكم عن أخبار الطقس يوميا، فتابعونا. طبتم وطابت أوقاتكم وسلم الجميع، وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.